بيوم 22 يونيو عام 1986 في مدينة مكسيكو، كل الناس كانت منتظرة حدث رياضي كبير، المباراة الساخنة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي في ملعب أستيكا. الفايز كان راح يتأهل للنصف النهائي كأس العالم اللي كان مقام في المكسيك. المباراة هذه كانت مباراة مو بس مهمة للأرجنتين، هذه كانت لسبب ما من أعلى المباريات حضوراً في وقتها. 114 ألف مشجع بالملعب جاي يتفرجون على الأسطورة مارادونا، غير أنظار الملايين حول العالم بالشاشات. بس اللي راح يصير بهذه المباراة ما حد كان يتوقعه أبد. دييغو مارادونا الأسطورة صاحب ال 25 عام بوقتها يتقدم بسرعة جنونية نحو المرمى، وهوب يسجل هدف بإيده بمرمى الحارس الإنجليزي بيتر شيلتو بالدقيقة 51 بعد دقائق بس من افتتاح الشوط الثاني. وهنا يثورون المشجعين الإنجليز ويعترضون على الهدف ويطلبون إعادة النظر بالتحكيم. مارادونا طبعا تمسك بالهدف وما قبل يتنازل. الجمهور الإنجليزي ما مصدق انه مارادونا يغش بالمباراة، ومو اي مباراة لكنها مباراة ربع نهائي بكأس العالم. الحكم علي بن ناصر احتسب الهدف عادي جدا وكمل المباراة، وهنا يشتعل غضبهم اكثر واكثر بعد ما تأكدت هزيمتهم. مارادونا قضى على الحلم الانجليزي اللي انتظره الانجليز ل30 سنة، والهدف اللي فرح الارجنتينيين هو نفس الهدف اللي راح يفتح تاريخ عداوة وبغض بين الانجليز بعد 19 عام من الحدث، لما يطلع مارادونا ويعترف لأول مرة أنه الهدف تسجل بإيده، ويقول أنه الهدف هذا من يد الله وأنها كانت هدية من الله للأرجنتين، وبالنهاية هي مجرد كرة قدم. يمكن كانت هذه الحادثة واحدة من اللحظات المهمة اللي راح تغير نظرتنا عن كرة القدم وعن حقيقة تطبيق القوانين في كرة القدم. بيني وبينك يبقى عدم تطبيق بعض القوانين أحيانا أحسن بكثير من وضع القوانين غبية وغريبة ولازم نلتزم بيها. أو أقول لك تعال وياي أخذك برحلة قصيرة مع أغرب القوانين في تاريخ كرة القدم. أنا السندباد المغترب. إذا فاجأك هدف مارادونا الإلهي فراح أفاجئك أكثر إنه قبل كان أكو قانون ينص إنه اللاعبين يقدرون يستعملون إيديهم عادي جدا، وكان هذا يسمى قانون الفير كاتش. كان اللاعب ممكن يلتقط الكرة من تمريره ووضعها بالأرض ومواصلة اللعب، وظل هذا القانون ساري حتى عام 1870. وهنا كان بوقتها ماكو حراس مرمى، كان كل اللاعبين لهم حق يلزمون الكرة بإيدهم. وبعد إلغاء هذا القانون صار أكو حارس مرمى هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يتعامل ويا الكرة بإيده لحماية المرمى. بعد ما صار أكو حراس مرمى والحمد لله الدنيا صارت بخير، وهسه نقدر نلعب مثل الأوادم. زين حارس المرمى موجود، بس وين المرمى؟ بعام 1863 كان المرمى بس قائمين عموديين، يعني يفصل بيناتهم بس 7 أمتار بدون أي شريط أو عمود يجمعهم أو يحدد مكان المرمى. حرفيا كان المرمى يمتد للسماء. وبعام 1866 وضعت عارضة أفقية حتى يحددون ارتفاع القائمين. وبعام 1925 بدأ وضع الشباك. وبعام 37 حددت أبعاد المرمى بالضبط، وكان العرض 7.33 متر والارتفاع 2.44 متر. قبل 1881 ما كان اكو قانون واضح للطرد والمخالفات والانذارات، كانت حالة فوضى كبيرة وعدم وضوح في التحكيم، لغاية ما صارت الحادثة اللي غيرت قانون كرة القدم إلى الأبد، وظهر لأول مرة في التاريخ فكرة البطاقات الحمر والصفر. لا، الصفر والحمر. القصة هي أنه بعام 1963 في مباراة بين تشيلي وإيطاليا طرد الحكم الإنجليزي كين أستون اللاعب جورجيو فيريني، بس بسبب اختلاف اللغة اللاعب فيريني وشي ما افتهم من اللي قاله الحكم وكمل اللعب عادي. هذا الشيء اللي خلى الحكم كين يفكر في طريقة تخليه يوصل قراراته داخل الملعب بطريقة يفهمها الجميع حتى باختلاف اللغة. وجاء إلهام البطاقات الملونة من الترافيك لايت أو إشارة المرور لما كان يسوق سيارته في شوارع لندن. وفعلا بعام 1970 طبقت فكرة البطاقة الحمراء والصفراء في اللعبة. هاي انت والله فكرت بيها؟ أنا ما جتي على بالي. المدربين أغلبهم يشتكون من تبديل اللاعبين طول الوقت، بس الشيء اللي أنت ما تعرفه قبل 1965 كان غير مسموح تبديل اللاعبين ببساطة لأنه كان القانون ينص أنه لا يسمح للاعبين البدلاء باللعب بعد إطلاق اللعبة أو بعد بداية المباراة.
هذه كانت بعض أغرب قوانين كرة القدم. أشوفكم بحلقة قادمة في مكان ما على وجه الكرة الأرضية.